Hello Prep 1 students، وصلنا مع بعض ليونت 3. يلا بينا نبدأ الدرس الأول. طبعا خدنا مع بعض في يونت 1 وعرفنا ان الماتر composed of molecules، وعرفنا كمان ان each molecule composed of group of atoms. So we can say that the atom is the basic unit of structure and function of matter. لكن احنا في يونت 3 هنتكلم عن living organism. قبل ما نتعرف أو نتكلم عن living organisms لازم نتعرف الأول على building unit of their bodies. فلو بصينا للhuman body هنلاقي إن الhuman body composed of group of systems. طبعا في مجموعة من السيستمز جوه جسمنا، و each system consists of group of organs. Each organ composed of group of tissues and each tissue composed of group of cells. يبقى السيل هي البيزك unit of the living organism body. بس احنا لازم نعرف ان السيل مش بس هي البيزك او الستراكتشرال يونت، هي كمان it has the ability to perform all needed functions. يعني هي كمان السيل الصغيرة دي بتقدر تعمل كل الفانكشنز اللي احنا بنعملها، زي مثلا الجروث، الريسبيريشن والنيوتريشن. يعني السيل دي محتاجة انها تتنفس، محتاج يوصل لها جزء من الفود علشان تقدر تسرفايف وتقدر تديني الانرجي نيدد وتقدر تعمل جروث. So the cell is a functional as well as structural unit. يعني زي ما هي اليونت اللي بتبيلد our bodies as a functional unit، فهي because it has the ability to perform all needed functions. طيب to define the cell، عايزين بقى الديفينيشن بتاع السيل. هنقول it is the basic unit of structure and function in any living organism. وده كده الديفينيشن بتاع السيل. طبعا وزي ما خدنا في جريد 6 ان احنا عندنا we have two types of cells which are animal cell and plant cell. هنضيف عليهم النهاردة كمان حاجة اسمها bacterial cell، وتعالوا يلا بينا نعمل comparison ما بينهم هما التلاتة. هنقول اسم الأورجانيل ونشوف مين اللي موجود عنده ومين اللي مش موجود. أول حاجة presence of cell wall. هنلاقي إن السيل وول مش موجود في الانيمال سيل لكن موجود في البلانت سيل وفي البكتيريال سيل. نروح مثلا للبلازما ميمبرين أو السيل ميمبرين، هنلاقي إن هو موجود في الثري سيلز انيمال وبلانت وبكتيريال. تعالوا نروح للنيوكليوس. هنبص كده على الانيمال سيل هنلاقي أيوة عندها نيوكليوس، والبلانت سيل كمان عندها نيوكليوس، لكن البكتيريال سيل ما عندهاش نيوكليوس. so nucleus is absent in bacterial cell. السيتوبلازم، هنلاقي ان السيتوبلازم موجود فيهم هما التلاتة، الانيمال سيل والبلانت سيل والبكتيريال سيل. Golgi apparatus exists in animal cell plant cell but is absent in bacterial cell. ribosomes موجودة عندهم هما التلاتة animal وبلانت وبكتيريال. endoplasmic reticulum موجود في الانيمال سيل والبلانت سيل لكن مش موجود في البكتيريال سيل. ميتوكوندريا موجودة في الانيمال سيل والبلانت سيل لكن مش موجودة في البكتيريال سيل. السنتروسوم موجود بس في الانيمال سيل لكن مش موجود في البلانت سيل ولا البكتيريال سيل. كلوروبلاست مش موجود في الانيمال سيل لكن موجود في البلانت سيل ومش موجود في البكتيريال سيل. فاكيولز موجودة في الانيمال سيل والبلانت سيل لكن مش موجودة في البكتيريال سيل. لو حبينا نجمع كل الكلام ده في الفين شيبس هنلاقي او الفين دايجرام، هنلاقي ان عندنا اكتيفيتيز كتير ممكن نتدرب عليها ونبدأ نشوف الحاجات الكومن اللي موجودة في الانيمال سيل والبلانت سيل والبكتيريال سيل، والحاجات اللي بيختص بيها كل نوع من السيل ومش موجودة عند النوع التاني. فممكن نبقى نعمل الاكتيفيتيز دي، هتسهل علينا قوي موضوع حفظ الاورجانيلز موجودة فين ومش موجودة فين. لكن جنرالي كده ممكن نقول ان الانيمال سيل والبلانت سيل موجود عندهم معظم الحاجات زي بعض ما عدا حاجات قليلة، زي مثلا ان السيل وول مش موجودة عند الانيمال سيل لكن موجودة في البلانت سيل زي ما قلنا، وكمان الكلوروبلاست برضو مش موجود في الانيمال سيل لكن موجود في البلانت سيل. فنقدر نقول ان دي الحاجات المميزة للبلانت سيل. لكن الانيمال سيل بتتميز بوجود السنتروسوم اللي مش موجود لا في البلانت سيل ولا في البكتيريال سيل. بعد ما تعرفنا على الأورجانيلز وعرفنا هي موجودة فين ومش موجودة فين،
تعالوا كده نفوكس أو نركز على النيوكليوس اللي احنا لسه قايلين عليها من شوية. احنا قلنا ان النيوكليوس موجودة في الانيمال سيل والبلانت سيل، لكن مش موجودة في البكتيريال سيل. والحقيقة ان ده بياخدنا لتقسيمة كده للسيلز لنوع من اتنين. لو لقينا ان النيوكليوس موجودة في السيل بنقول ان هي يوكاريوتس. لو ما لقيناش النيوكليوس موجودة في السيل فبنسمي السيل دي بروكاريوتس. يبقى احنا دلوقتي أخدنا كلمتين جداد علينا هما بروكاريوتس ويوكاريوتس. ايه الفرق ما بينهم؟ هنقول ان البروكاريوتس their genetic material in the cell is found in the cytoplasm not surrounded by nuclear membrane. يعني في genetic material موجودة وكل حاجة، لكن هي suspended كده في السيتوبلازم. أما نروح عند اليوكاريوتس هنلاقي إن the genetic material in the cell is surrounded by nuclear membrane separating it from the cytoplasm. فبيديني شكل النيوكليوس المميز اللي لقيناه موجود في البلانت سيل والانيمال سيل، لكن ما كانش موجود في البكتيريال سيل. طيب what are other characteristics of prokaryotes and eukaryotes؟ يعني أما أجي أقسم الكائنات بقى وأقول إن this is أو this cell is belongs to prokaryotes، إيه تاني من الحاجات المميزة غير إن الجينيتك ماتيريال مش surrounded by nuclear membrane؟ قال لي إن إحنا هنلاقي إن هي relatively small in size. غالبا البروكاريوتس بيبقى حجمهم صغير. ليه بقى؟ لأن هما دايما unicellular organisms. يعني إيه unicellular؟ Unicellular means that their body consists of only one cell. ده معناه إن جسمه متكون من سيل واحدة بس. طالما جسمه متكون من سيل واحدة بس أكيد هيبقى small in size. لكن لازم نخلي بالنا إنه مش دايما علشان هو يونيسيلولر هيبقى على طول بروكاريوتس، لأن أنا دلوقتي لما هروح لليوكاريوتس واتكلم عنها هلاقي إن في منهم يونيسيلولر وفي منهم مالتي سيلولر. وممكن بقى لو هو مالتي سيلولر نلاقيه relatively large in size. مالتي سيلولر means that its body consists of many cells. جسمه بيتكون من عدد سيلز كبير بيخلي عندي الابيليتي إن أنا أقدر أشوفه بعيني، غير اليوني سيلولر اللي بنسميه مايكروسكوبيك لأني أنا مش بعرف أشوفه غير باستخدام الميكروسكوب. الحاجة كمان المميزة إن دايما البروكاريوتس كده simple in structure. يعني دايما الستراكشر بتاعهم so simple أو مش complex زي اليوكاريوتس. هنلاقي إن البادي بتاع الأورجانيزمز اللي هم اليوكاريوتس more complex، يعني في شوية complications وتعقيد كده، لكن ده مش موجود في البروكاريوتس. آخر حاجة مميزة في البروكاريوتس إن السيل أورجانيلز بتاعتها many cell organelles are missing. يعني معظم الأورجانيلز لما جينا نتكلم عن البكتيريال سيل ما لقيناهاش موجودة فيها زي الأنيمال سيل والبلانت سيل اللي هم اليوكاريوتس، لأن اليوكاريوتس they contain many cell organelles. عندهم organelles كتيرة جدا وأشكالها كتيرة جدا، وكل واحدة منهم بتعمل function مختلفة عن التانية. تعالوا بقى ناخد example للبروكاريوت. اللي احنا خدناه النهاردة هي البكتيريا، ولما يجي يقول لي give reason bacteria are classified as prokaryotes هنقول له because their genetic material in the cell is found in the cytoplasm and not surrounded by nuclear membrane. هي دي أهم حاجة نعرفها عن البروكاريوتس، إن الجينيتك ماتيريال مش متحوطة بالنيوكلير ممبرين وملهاش شكل النيوكليوس اللي احنا عارفينه. الإكزامبلز اللي موجودة عندي في اليوكاريوت كتير جدا، منها يونيسيلولر وممكن نلاقي منها مالتي سيلولر. وتعالوا بقى نروح للفرق ما بين اليونيسيلولر والمالتي سيلولر. As we said, the unicellular organisms they are microscopic. يعني إيه microscopic؟ يعني they cannot be seen by naked eye. يعني معرفش أشوفهم بعيني but can be observed under the light microscope. So they are called microscopic organisms. سميناهم microscopic ليه؟ عشان صغننين جدا مش بنعرف نشوفهم بعينينا، لازم نستخدم الميكروسكوب. طب هم صغيرين ليه؟ As their body consists of only one cell. عشان هو أصلا جسمهم بيتكون من سيل واحدة بس، والسيل الواحدة دي بتبقى عندها الability to perform all vital processes necessary for life. يعني سبحان الله، على قد ما هي السيل واحدة بس لكن برضو عندها القدرة انها تعمل كل الوظائف عشان تخلي ده في الاخر كائن، لكن كائن حجمه صغير جدا.
زي ما قلنا ممكن تكون البكتيريا، وطبعا احنا النهاردة بقى عارفين ان البكتيريا دي هي الوحيدة البروكاريوت، زي مثلا كائن اسمه أميبا أو براميسيوم أو يوجلينا. شايفين أشكالهم مختلفة ازاي سبحان الله عن بعض، بالرغم من ان هم كلهم مشتركين في ان هم البادي بتاعهم consists of only one cell. لكن على العكس المالتي سيلولر الأورجانيزمز دي multi cellular means that their body consists of many cells، جسمهم بيتكون من سيلز كتير بقى مع بعضها، والسيلز دي كمان بتبقى differentiated، يعني كل مجموعة منها بتبقى متخصصة في حاجة معينة، وبتبقى عندها الابيليتي انها تعمل وظيفة معينة عشان في الاخر الوظائف دي كلها مع بعض تخلي الكائن قادر يعمل سيرفايف ويعيش. زي كل البلانتس والانيمالز والفانجاي، الفانجاي دي اللي هي الفطريات، زي مثلا البريد مولد فانجس والمشروم فانجس، دول نوعين من الفطريات او من الفطر موجودين حوالينا، وبيعتبروا من المالتي سيلولر اورجانيزمز عشان البادي بتاعهم consists of many cells. لو قال لي give reason human cell are differentiated and specialized، ليه الخلايا في جسم الإنسان بتبقى متميزة ومتخصصة؟ هنقول له they are differentiated because they vary in their shapes and structure. هم متميزين علشان السيلز مختلفة في الشكل والتركيب بتاعها، وspecialized يعني متخصصة because each group of cells perform a specific vital process. كل مجموعة من الخلايا بتعمل وظيفة معينة، زي مثلا الفرق ما بين الماسل سيل اللي هي الخلايا العضلية اللي بتكون العضلات بتاعتنا، والنيرف سيل اللي بتكون الجهاز العصبي. لو جينا نبص عليهم هما الاتنين هنلاقي ان الماسل سيل شكلها مختلف عن النيرف سيل، علشان كل واحد منهم بيأدي وظيفة مختلفة، وبناء عليه الشكل والتركيب بتاع كل واحد فيهم مختلف عن التاني. تعالوا نجمع كل الكلام اللي قلناه ده مع بعض. احنا قلنا ان السيل هي البيزك functional and structural unit of living organism، وعملنا comparison ما بين 3 types of cells، وقدرنا نعرف ان ممكن اقسم السيل لنوع من اتنين، ممكن تبقى prokaryotes وeukaryotes، وممكن كمان الليفينج اورجانيزم يكون unicellular او multicellular. طبعا بعد الاختلافات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، بقى عندي في الليفينج اورجانيزمز diversity كبير وواسع جدا. يعني ايه diversity؟ يعني تنوع. فمن هنا نقدر نعمل classification للليفينج اورجانيزم، وتعالوا نشوف هنعمل classification ليه ازاي. اول حاجة ان الليفينج اورجانيزم ده may be prokaryotes or eukaryotes. طيب لو الليفينج اورجانيزم ده طلع prokaryotes، يا ترى هنلاقي فيه unicellular ومالتيسيلولر ولا كلهم هيبقوا unicellular؟ طالما الكائن ده prokaryotes يبقى أكيد all of them are unicellular organisms، والإكزامبل اللي معايا هو البكتيريا. لكن لو رحت لليوكاريوتس so they divided into unicellular organisms or multicellular organisms. طيب unicellular زي إيه؟ زي ما قلنا أميبا وبراميسيوم ويوجلينا ويست فانجس كمان معانا في اليونيسيلولر اورجانيزم اللي هي الخميرة. طيب ولو اورجانيزم ده بقى مالتي سيلولر زي ايه؟ قال لي زي الانيمالز والبلانتس والفانجاي. انيمالز زي اللاين، بلانتس زي البينز اللي هو نبات الفول، الفانجاي اخدنا منها نوعين اللي هي البريد مولد فانجس والمشروم فانجس. اللي احنا عملناه قدامنا ده هو arrangement، يعني مجرد ما أنا رتبت الليفينج organisms into groups. طيب الترتيب ده كان بناء على إيه؟ الكلاسيفيكيشن ده أو الارينجمنت ده كان based on their similarities and differences. طيب إحنا عملنا classification ليه؟ to facilitate their study and identification. نقول مع بعض تاني، الخريطة اللي إحنا رسمناها مع بعض من شوية أو الدايجرام اللي إحنا عملناه ده كده معناه إن إحنا عملنا classification. يعني إيه classification؟ Classification the arrangement of living organisms into groups based on their similarities and differences. يعني أنا اعتمدت على الحاجات اللي شبه بعض في إيه أو مختلفين عن بعض في إيه، وبناء عليه عملت الارينجمنت ده، وأنا عملت الكلاسيفيكيشن to facilitate their study and identification. بعد كده لما نيجي نشاور على أي living organism هنعرف هو prokaryotes ولا eukaryotes، unicellular ولا
مالتي سيلولر، فده بيسهل الاستادي وبيسهل كمان الايدنتيفيكيشن. طيب هم مين اللي بيعملوا الكلاسيفيكيشن ده؟ احنا اللي بنعمل ده؟ قال لي لا، الكلاسيفيكيشن ده بيختص بيه مجموعة من العلماء في برانش كده اسمه تاكسونومي، وده برانش اوف ساينس، علم من علوم الساينس أو فرع من فروع العلوم، concern with classification of living organisms، يعني هم مهتمين العلماء في العلم ده يقسموا ال living organisms into groups based on scientific principle، على أسس علمية. فهم بناء على الدراسات اللي بتحصل والاكتشافات اللي بيكتشفوها، التشابهات والاختلاف ما بين ال living organisms وبعضها، بيبدأ ده على scientific base، يعني على قاعدة علمية، يبدأوا يعملوا الشغل بتاعهم ده، والبرانش ده اسمه taxonomy، وهم دول اللي بيبقوا مختصين بعمل الكلاسيفيكيشن. آخر حاجة هناخدها مع بعض في درس النهاردة، حد فيكم قبل كده عمل فخار بإيديه؟ طيب حد عارف الفخار ده بيتعمل إزاي؟ الأشكال اللي موجودة قدامنا دي بتبقى في الأول عبارة عن كلي يعني شوية طين كده طري، بيبدأ أو بيبقى سهل إن احنا نشكله بأشكال مختلفة. طب احنا عايزين نعرف من ده إيه؟ عايزين نقول إن الكلي ده بيعتبر هو الأساس، أو بنسميه undifferentiated، يعني بتبقى حاجة غير متميزة، ملهاش شكل كده في الأول. can be transformed، يقدر يتحول into various shapes of pottery، يعني يقدر يتحول لأشكال مختلفة من الفخار، نعمل بقى منه طبق، نعمل منه كوباية، نعمل منه أشكال مختلفة زي ما احنا شايفين كده. ايه علاقة ده بالدرس بتاعنا؟ علاقته إن احنا جوه جسمنا في الأول خالص بتبقى في حاجة اسمها stem cells. الستيم سيلز هي undifferentiated cells، يعني مش متميزة لشكل معين، ممكن أطلع منها أشكال مختلفة. فالكل شكل من الأشكال المختلفة ده ليه استخدام مختلف عن التاني، لكن في الآخر بالرغم من إن أشكالهم المختلفة اللي طلعت لي دي، إلا إن الأصل بتاع كل الأشكال دي هي حاجة واحدة. بتبدأ بقى تتشكل. المميز عند الستيم سيلز إن they have the ability to be transformed and differentiated into all different cells of the body، وتديني أنواع الخلايا أو السيلز المختلفة that perform a specialized function، وكل شكل منهم بيعمل function مختلفة عن التانية. يعني مثلا أنا لما عندي stem cell اللي هي الأصل شبه الكلي بالظبط، ممكن الستيم سيل دي تتشكل وتديني muscle cell أو liver cell أو intestinal cell أو nerve cell. فاكرين من شوية لما قلنا إن أنا عندي نوعين مختلفين من السيلز جوه جسمي، زي مثلا الفرق ما بين الماسل والنيرف؟ هما مختلفين في الشكل ومختلفين في الفانكشن، بس بالرغم من كده كلهم في الآخر أصلهم واحد، اللي هي الستيم سيل. يبقى إيه هي الستيم سيل تاني؟ undifferentiated cells، يعني خلايا غير متميزة، مش متميزة بحاجة، هي لسه ليها أصل واحد لكن مش متشكلة بأشكال مختلفة. but they have the ability to be transformed and differentiated، وبعد ما بيحصل لها ترانسفورم وبتتحول وتتخصص كده زي ما احنا شايفين، that perform a specialized function. من الكاركترستكس بتاعة الستيم سيلز إن هي they have the ability to renew themselves، عندها الابيليتي إنها تجدد نفسها عن طريق السيل ديفيجن produce more cells. وتاني حاجة they have the ability to differentiate into specialized cell زي ما قلنا من شوية. فمثلا الماسلز علشان تعمل الوظيفة بتاعة الكونتراكشن والريلاكسيشن، هنلاقي إن شكلها عامل زي البندل كده، أو بتديني لونج ماسل فايبر جنب بعض كده، وبيبقى شكلها سيلندريكال زي ما احنا شايفين اسطوانية علشان تقوم بالفانكشن دي. لكن على العكس لو جيت أبص مثلا على النيرف سيل، هلاقي إن شكلها مختلف تماماً عن الماسلز، لأنها بتقوم بوظيفة مختلفة برضو. هنلاقي إن هي طويلة وليها تفرعات شبه الشجرة، لأن وظيفتها إنها بتنقل النيرف بالسز، أو بتنقل المسجز من البرين لكل حتة جوه جسمي to be able to do this function. بيبدأ يبقى الشكل بتاعها مختلف علشان تأدي الوظيفة دي. طبعا الستيم سيلز لو اتكلمنا او عملنا سيرش كده كلنا على الانترنت ونشوف اهمية دراسة الستيم سيلز، هي بتساعد كتير في فهم امراض موجودة، ان احنا نقدر نتعامل معاها، وده طبعا بيقلل من نسبة حدوث الامراض بدراسة علم الستيم سيلز او الخلايا اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، بان احنا نقدر نعمل جنريت لهيلثي سيلز
to replace cells infected by diseases. يعني ممكن نستبدل الخلايا أو السيلز اللي فيها مشكلة ومسببة مرض معين بخلايا تانية صحية وما فيهاش أي مشاكل. بتساعدني كمان إن أنا أعمل تست نيو دراجز بيفور يوز، يعني إن أنا أتست أو أختبر الأدوية اللي احنا بنعملها قبل ما نستخدمها ونشوف تأثيرها إيه على السيلز دي أو على الجسم. آخر حاجة scientific experiments have proven that the effect of stem cell therapy in certain diseases. يعني العلم والعلماء فعلا قطعوا شوط كبير في علم أو في دراسة الستيم سيلز، وكان ليها تأثير على البون مارو فيلير أو فشل نخاع العظم، heart and vascular diseases بعض من أمراض اللي بتصيب القلب، diabetes اللي هو مرض السكر، وبيرنز أو بعض درجات الحروق اللي بيتعرضوا ليها الناس. نقدر بجنريتنج نيو سيلز، طبعا لو عندنا الستيم سيلز دي نقدر نعالج الناس ونقلل فرصة إصابتهم بأمراض شديدة كانت بتسبب لهم أزمات. كده يبقى خلصنا الدرس الأول من يونت 3. أشوفكم إن شاء الله في lesson 2.